في صحيفة الوطن: البلوي يخاطب تقصي الحقائق لإنهاء أزمة سوزا. في التفاصيل: أجبر خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المتضمن حكما مبدئيا بإلزام نادي الاتحاد بدفع مبلغ يتجاوز 6 ملايين يورو لنادي فاسكو دي جاما البرازيلي، تمثل حصة الأخير في صفقة انتقال لاعبه دييغو دي سوزا لصفوف العميد قبل موسم ونصف الموسم. رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد إبراهيم بلوي على أن يتعامل، طبعا أجبر هذا الخطاب رئيس الاتحاد على أن يتعامل بمنتهى الجدية مع هذه القضية. أشارت المصادر إلى أن رئيس الاتحاد سيخاطب لجنة تقصي الحقائق المالية بالنادي والمكلفة من الرئيس العام رعاية الشباب حول هذا الحكم، خاصة وأن كافة الأنباء الواردة بشأن اللجنة كشفت أن عقد سوزا كان من أكثر الأمور التي أثيرت حولها التساؤلات في ظل الأوراق التي قدمت من إدارة اللواء محمد بن داخل الجهني وتحديدا نائبه المهندس أيمن نصيف. أبو عبد الرحمن، سوزا وضع الاتحاديين في أزمة كبيرة، مواجهة مباشرة مع الفيفا. ما هو سوزا، المهندس محمد فايز هو اللي وضع الاتحاديين في أزمة كبيرة. سوزا ما له ذنب، من جلب اللاعب هو في عهد إدارة محمد فايز، المهندس محمد فايز، وهو اللي كان موقع أنه هو يتكفل بصفقة تعهد من الفايز، تعهد يعني، لأنه هو أحرج نادي الاتحاد. والمشكلة أنا كنت ذكرت من العام الماضي أنه الاتحاد السعودي كمان يتحمل ترى جزء من المشكلة هذه. ليش؟ نادي مديون وعنده مشاكل إدارية وعنده كذا، أنت لما يجيك عقد لاعب أنه بيجي النادي بالمبلغ هذا، يعني أنت ما تطلب من الأساس ليش ما طلبوا الكشف المالي من إدارة نادي الاتحاد، وهل يتم دفع المبلغ هذا للاعب كدفعات مثلا مستحقة على أي أشهر وكذا وكذا. هذه التفصيلات، مبلغ كبير زي هذا يجب أن الاتحاد السعودي كان يتدخل في هذا الموضوع من أساسه، أو كان يطلب تأمين مبلغ من نادي الاتحاد بشيكات مصدقة ل3 4 رواتب للاعب تنحط في البنك المعتمد في الاتحاد السعودي لكرة القدم أو أي حاجة عشان هم يسددوا اللاعب. لكن لو يتركوا الموضوع للنادي، هذه المشاكل راح تطلع في النهاية. كل واحد راح يتكلم يقول لك أنا أفعل وأنا أسوي، لما تيجي في أرض الميدان الكل ينسلخ ويتهرب من هذه المشكلة. من ورط الاتحاد مش سوزا، المهندس محمد فايز، وهو أعتقد أنه المفروض أنه يتكفل بكل التبعات اللي راح تحدث في نادي الاتحاد. طيب. يفترض حتى تكون في مساءلة من الأمير نواف بن فيصل في هذا الموضوع شخصيا، يتدخل في هذا الموضوع، لأن الموضوع هذا ما هو كويس حتى في حق الكرة السعودية.